السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نحاول ندير واحد الفيديو جديد بعد غياب طويل. غادي نحاول نشرح فيه آه غادي نحاول كيف قلت نشرح فيه ولا نجاوب عليه نماذج امتحانات اللي كانوا دازوا في الدورة العادية الفصل السادس مادة المواريث والحقوق المالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير، عند جميع الأساتذة، سواء عند الأستاذ كامل بالحركة، سواء الأستاذ خالد الرويسي، الأستاذ الحرفاوي، الأستاذ حموش، والأستاذة جليل الإدريسي. غادي نحاول نبدا بالامتحان الأول ديال الأستاذ كمال بالحركة. الطلبة اللي كيقراو عند الأستاذ كنظن دار لهم جوج امتحانات، ما دارش امتحان واحد. هذا هو النموذج الأول. الامتحان الأول، السؤال الأول فيه أحسب الفريضة التالية. عندنا مسألة فيها أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخت لأب، زوجة، عم شقيق، عم لأب. بالنسبة لهذه المسألة عندنا الأختين الشقيقتين شركاء في الثلث، لأنه كاين عندنا التعدد ديال الأخوات وما كاينش هنا اللي كيحجبهم، اللي هو الأب والابن. الأب والابن هما اللي كيحجبوهم. بالنسبة هنا عندنا أخت لأب عندها الحجب. علاش؟ لأنه كاين عندنا التعدد ديال الأخوات الشقيقات. بالنسبة للزوجة عندها الربع لانعدام الفرع الوارث، لأنه ما كاينش عندنا فرع وارث في هذه المسألة فكنعطوها الربع. عم الشقيق عاصب بالنفس، ما كاينش اللي كيحجبو. العم لأب يحجب حجب حرمان لوجود العم الشقيق. أصل المسألة هنا عندي المقام 3 المقام 4. إذن أصل المسألة يعني العدد المشترك بيناتهم هو 12. 12 مقسوم على 3 كتساوي 4، نضربها في جوج تساوي 8. إذن كل أخت شقيقة غتاخد 4. بالنسبة للأخت لأب ما عندها والو. بالنسبة للزوجة 12 مقسوم على 4 كتساوي 3. العاصب كنعطوه داكشي اللي شاط، يعني الوارث اللي كيورث بالتعصيب كياخد ما بقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم. هنا عندنا الأخوات الشقيقات خداو 8، الزوجة خدات 3. 8 زائد 3 كتساوي 11. شحال بقى ليا من 12؟ واحد السام غياخدو العم الشقيق. العم لأب كيف قلت محجوب، ما عنده حتى حاجة. بالنسبة للسؤال الثاني هو عنده علاقة بهذه المسألة. قال لك اذكر دليل ميراث كل وارث في المسألة. هاد الورثة اللي هنا راه هما نفسهم اللي كاينين هنايا، يعني انت الا بغيت دير الدليل ديال الميراث غادي خصك تحاول دير الدليل اللي كيتماشى مع المسألة. مثلا الأخت الشقيقة هنا في هذه المسألة عندها الثلثين، يعني خصك دير الدليل ديال الثلثين، ماشي تمشي دير لي الدليل ديال النصف ودير لي الدليل ديال التعصيب ودير لي الدليل ديال الثلثين، يعني تكتفي بالدليل ديال الثلثين فقط. هنا الأختين الشقيقتين عندهم الثلثين. الدليل ديالهم من سورة النساء، الآية اللي كتخص المواريث، قوله تعالى إن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا هو الدليل الشرعي ديال ميراث الأختين الشقيقتين الثلثين. بالنسبة للأخت لأب هنا راه يكفي أن نقول بأن عندها حجب حرمان لوجود متعدد من الأخوات الشقيقات، لأنه ما كنظنش كاين دليل في القرآن ديال الحجب الأخوات لأب. بالنسبة لدليل الزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني الزوجة عندها الربع في حالة الزوج ما عنده حتى ولد. الولد كنقصد به الذكر والأنثى. العم الشقيق الدليل ديالو من السنة الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، بمعنى كنعطوا الأصحاب الفرائض فروضهم هي الأولى، واللي بقى فلأولى رجل ذكر، يعني الشخص يعني الذكر اللي كيستحقوا، يعني العاصب. بالنسبة للعم لأب حجب حرمان لوجود العم الشقيق. هنا ما عنده تا يعني لأنه هنا ما عنده تناصيب فغادي يكون عنده الحجب لأنه كاين العم الشقيق. هذا بالنسبة للامتحان الأول ديال الأستاذ كمال بالحركة. بالنسبة للامتحان الثاني كانت المسألة على هذا الشكل. فيها أخت شقيقة، أخت لأب، جد، عم شقيق، زوج، بنت، بنت ابن، ابن. نفس الشيء احسب الفريضة التالية. هنا الأخت الشقيقة حاجبة، يعني تحجب لوجود ابن الابن، هو اللي يحجبها. هنا الأخت لأب نفس الشيء تحجب لوجود ابن الابن. الجد هنا يرث السدس فقط. علاش؟ لأنه كاين عندنا فرع وارث ذكر. العم الشقيق يحجب لوجود الجد وابن الابن.
ثم الزوج هنا عنده الربع. علاش؟ لوجود فرع وارث اللي هو البنت وبنت الابن وابن الابن. البنت ترث النصف لانفرادها وانعدام المعصب. بنت ابن ترث السدس تكملة للثلثين. ابن الابن عاصب بالنفس. أصل المسألة هنا إلا لاحظت المقامات عندي 6 4 2 6. إلا قلبت على المضاعف المشترك الأصغر بيناتهم غنلقاه هو 12. 12 هو اللي غيكون عندي أصل المسألة. 12 مقسوم على 6 كتساوي 2. 12 مقسوم على 4 المقام ديال الزوج تعطيني 3. البنت 12 مقسوم على 2 كتساوي 6. بنت ابن 12 مقسوم على 6 كتساوي 2. نشوف دابا واش غيبقى لي العاصب شي حاجة ولا لا. الجد خدا 2، الزوج خدا 3 هي 5، البنت خدات 6 هي 11، بنت ابن خدات 2 هي 13. إذن العاصب ما بقى عليه حتى حاجة، لأن حنا كيف كنا كنقولوا من قبل في الفيديوهات اللي قبل بأن العاصب كياخد غير داكشي اللي شاط. هنا ما شاط ليه والو، إذا نعطيه 0. إذا مجموع الأسهم الورثة هنا 13. عندي أصل المسألة هو 12. إذا المسألة عالت من 12 إلى 13. وهكا باش كنمثل العول في المسائل. يعني كندير الأصل القديم لتحت، كندير ت متجه للأعلى وفوق منه الأصل الجديد. بالنسبة للسؤال الثاني راه هو عنده علاقة أيضا بالمسألة الأولى، لأنه نفس الورثة، وغدير الدليل ديال الورثة هنا بما يتماشى مع المسألة. يعني هنا مثلا الأخت، مثلا هنا الجد عطيته السدس. علاش غتقول عطيته السدس؟ الزوج عطيته مثلا الربع. علاش عطيته الربع؟ يعني بحال كدير الدليل. هنا الأخت الشقيقة والأخت لأب راه كيف قلت ما كنظنش كاين شي دليل من القرآن بأنه عندهم الحجب، فيكفي أنك تكتب الأخت الشقيقة حجب حرمان لوجود ابن الابن. نفس الشيء بالنسبة للأخت لأب. الجد هنا يرث السدس، الجد يرث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر. عم الشقيق حجب حرمان لوجود ابن الابن والجد. الزوج الدليل ديال الميراث ديالهم القرآن، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. يعني الزوجة فاش كيكون عندها واحد الولد فالزوج كيكون عنده الربع. البنت الدليل ديالها قوله تعالى إن كانت واحدة فلها النصف. إذن هنا في مسألة راه عندها النصف. بنت ابن هنا عندها السدس. هنا الدليل ديال هذا لقيتو انا في واحد الحديث كيقول بانه للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين. اما بالنسبة للعاصب هذا هو الدليل ديالو الحق الفرائض باهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا بالنسبة للامتحان الاول ديال الاستاذ بالحركة. الامتحان كذلك ديال الاستاذ بالحركة كان فيه واحد الشق متعلق بصحيح أو خطأ. يعني أعطى 40 قاعدة إرثية وكيقول لك واش صحيح ولا خطأ. كان صحيح كدير علامة زائد، كان خطأ كدير علامة ناقص. هذا الامتحان هذا أو هذا الشق من الامتحان فيه 40 سؤال كيف قلت، وعليه 10 النقاط، والأستاذ غيصحو بسيستيم كنديان. يعني عندك سؤال صحيح راه خديت 0.25 نقطة، عندك جواب خطأ راه مشات لك 0.25 نقطة، خليت الجواب ما جاوبتش عليه راه عندك 0. بالنسبة نبداو بالسؤال الأول، غنحاول ندوز عليهم دغيا باش ما يجيش الفيديو طويل. السؤال الأول تحجب الأم بالمتعدد من الإخوة إن كانوا غير وارثين. يعني إلا كانت الجواب صحيح راه كدير زائد. إلا كانت هذه القاعدة اللي كاتب لك الأستاذ هنا صحيحة راه كدير زائد، كانت قاعدة خطأ راه كدير ناقص. هنا قال لك تحجب الأم بالمتعدد من الإخوة إن كانوا غير وارثين. هذه صحيح. علاش؟ لأن الأم تحجب حجب نقل أو حجب نقص بالمتعدد من الإخوة، فكنقلوها من الثلث للسدس. إذن قاعدة صحيحة. سؤال جوج تحجب الأم بالمتعدد ولا تحجب بالمنفرد من الإخوة. صحيح. واحد الأخ أو واحد الأخت ما كيحجبش لنا الأم، سواء نقل سواء حرمان، هي أصلا ما كتحجبش حجب حرمان. إذن تحجب بالمتعدد ولا تحجب بالمنفرد. إذن صحيح. سؤال 3 لا تحجب الأم لا تحجب، يعني الأم واش كتحجب ولا لا؟ لا تحجب الأم المنفرد من الإخوة لأم ولا تحجب المتعدد منهم. صحيح. الإخوة لأم سواء كان واحد أو أكثر ماشيش الأم اللي كتحجبهم، وإنما الأصل المذكر والفرع الوارث. القاعدة 4
لا تحجب الأم المنفرد من الإخوة وتحجب بالمتعدد منهم. صحيح، هي يعني الأم لا تحجب المنفرد من الإخوة، ما عندهاش دخل فيهم، ما كتحجبهمش نهائيا. وتحجب بالمتعدد منهم، يعني هي تحجب، يعني هاد المتعدد من الإخوة كيحجبوا الأم، إذا صحيح، كندير علامة زائد. سؤال 5، تحجب الأم بالمتعدد من الإخوة لأم ذكورا وإناثا. صحيح، هاد الإخوة لأم سواء كانوا ذكور أو إناث فكيحجبون الأم حجب نقل أو نقص. قاعدة 6، لا تحجب الأم إلا بالمتعدد من الإخوة الأشقاء ولأب ولأم. خطأ، لأن اللي كيحجب الأم كذلك بالإضافة لهاد الإخوة الأشقاء ولأب ولأم كاين كذلك الفرع الوارث. هنا مادام ما ذكرش فرع وارث إذا قاعدة خطأ، لأنه قال لك هنا لا تحجب الأم إلا، يعني هادو فقط اللي كيحجبوها، وهذا خطأ. سؤال 7، تحجب الأم الجدة لأب والجدة للأب. صحيح، هنا كنظن راه الأستاذ بغى يكتب الجدة لأب والجدة لأم. هنا صحيح، لأن الأم كتحجب جميع الجدات كيف ما بغى يكونوا، سواء من جهة الأم سواء من جهة الأب. سؤال 8، لا تحجب الأم بالجدة لأم. صحيح، الجدة لأم لا تحجب الأم. سؤال 9، لا تحجب الأم بالجدة لأب. صحيح، لأن الأم لا تحجبها الجدة لأب. سؤال 10، لا تحجب الجدة لأم إلا بالأم. صحيح، الجدة لأم كيحجبها غير الأم فقط. سؤال 11، تحجب الجدة لأب بالأب والأم. صحيح، لأن الجدة لأب كيحجبها الأب والأم. سؤال 12، لا يحجب الأب الجدة لأم. صحيح، فكيف قلت في السؤال 8 بأن الأم كتحجبها غير، عفوا الجدة لأم تحجبها الأم فقط، إذا السؤال 12 صحيح، لأن الأب لا يحجب الجدة لأم. السؤال 13، لا يحجب الأب الجدة لأب ولا يحجب الجدة، عفوا السؤال 13 يحجب الأب الجدة لأب ولا يحجب الجدة لأم. صحيح، فهنا الأب كيف قلت يحجب الجدة اللي من جهته اللي هي لأب ولا يحجب الجدة لأم، إذا صحيح. سؤال 14، تحجب الجدة القربى لأم الجدة البعدى لأب. صحيح، مثلا عندنا مثال فيه مثلا جدة لأم وجدة لأبي الأب، فهنا هاد الجدة لأم تحجب الجدة لأبي الأب، إذا هاد القاعدة 14 صحيحة. سؤال 15، لا تحجب الجدة البعدى لأم لا تحجب الجدة البعدى لأم بالجدة القربى لأب. صحيح، يعني العكس ديال السؤال 14، بحال دابا مثلا عندي جدة لأب قربى وجدة لأم الأم، قال لك واش هاد الجدة لأب كتحجب لنا جدة لأم الأم، هنا خطأ، إذن هاد القاعدة صحيحة، لا تحجب الجدة البعدى لأم بالجدة القربى لأب. سؤال 16، لا تحجب الجدة البعدى لأب الجدة القربى لأم. صحيح، فالجدة البعدى لأب ما كتحجبش لنا الجدة القربى لأم. سؤال 17، لا يحجب الأب الجدة البعدى لأم ويحجب الجدة القربى لأب. صحيح، فالأب ما عندوش علاقة بالجدة اللي من جهة الأم لأنه لا يحجبها سواء كانت قريبة أو بعيدة، ويحجب الجدة القربى لأب، هو كيحجب جميع الجدات اللي من جهته سواء كانت قريبة أو بعيدة. سؤال 18، لا تحجب الأم بالجدة لأب ولا تحجب بالجدة لأم. صحيح، هذا السؤال كنظن راه معاود، ما عقلتش فين واش 8 ولا 9 ما عقلتش بالضبط. المهم سؤال 17 أو سؤال 18، لا تحجب الأم نهائيا سواء بجدة لأب سواء بجدة لأم. سؤال 19، بالنسبة لسؤال 19، تحجب بنات الابن بالمتعدد من بنات الصلب. صحيح، فإذا كان عندنا بنات الصلب متعددات كيحجبوا لنا بنات الابن. سؤال 20، تحجب بنات الابن المتعددات الأخ لأم والأخت لأم المتعدد والمنفرد. صحيح، فبنات ابن كيحجبوا لنا الإخوة لأم سواء كانوا منفردين أو متعددين. سؤال 21، لا يحجب الجد الإخوة الأشقاء ولأب ويحجب أبنائهم. صحيح، فالجد ما كيحجبش الإخوة الأشقاء ولأب ولكن كيحجب الأبناء ديالهم اللي هما ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. سؤال 22، لا يحجب الجد جميع الإخوة ولا يحجب أبنائهم، هذه خطأ، فالشق الأول من القاعدة صحيح، لا يحجب الجد جميع الإخوة ولا يحجب أبنائهم، هذه خطأ، لأنه كيحجب الأبناء ديال الإخوة، كيحجب الأبناء ديال الأخ الشقيق وأبناء ديال الأخ لأب. سؤال 23، لا يحجب الأب
بالجد البعيد ولا بالقريب؟ صحيح، فالجد سواء كان قريب أو بعيد لا يحجب الأب. السؤال 24، يحجب الأب الجد البعيد والقريب؟ صحيح، فالأب كيحجب الجد سواء كان قريب أو بعيد. السؤال 25، لا يحجب الأب بالجد القريب ويحجب بالبعيد؟ خطأ، هو كاع ما يحجبوا اللي قريب خليه يحجبوا اللي بعيد. السؤال 26، لا يحجب الجد الإخوة الأشقاء ويحجب أبناءهم؟ صحيح، يعني كيف قلت راه هذه التاهي راه كاينه بشي قاعده دوزناها 18 ولا ما عقلتش بالضبط. يعني لا يحجب الجد الإخوة الأشقاء ويحجب أبناءهم. سؤال 27، يحجب الجد حجب نقص بابن الصلب وبنت الصلب؟ صحيح، علاش؟ بحال دابا مثلا عندي مسألة هلك هالك وترك جد، الجد هنا عاصب غياخذ جميع جميع التركة. نديرو مثال آخر، عندي هلك هالك وترك جد، نديرو مع أحد أبناء الصلب إما البنت ولا الابن، نديرو مثلا البنت، هنا البنت غتاخذ النصف هو غياخذ السدس زائد التعصيب. إذا هنا الجد نقص النصيب ديالو في الأول كان خدا كامل التركة بالتعصيب، وفاش ولات معاه البنت غياخذ غير السدس زائد التعصيب، يعني البنت دات ليه النصف. إذا قاعدة صحيحة. السؤال 28، يسقط الجد القريب الجد البعيد؟ يعني قال لك واش الجد لأب يحجب جد لأبي الأب؟ صحيح. السؤال 29، تحجب الشقيقة العاصبة مع الغير كل من يحجب الأخ الشقيق؟ صحيح، شرحت من قبل في فيديوهات بأن الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير تقوم مقام الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم. نفس الشيء بالنسبة للأخت لأب، هو اللي عندنا في سؤال 30، تحجب الأخت لأب العاصبة مع الغير كل من يحجبهم الأخ لأب؟ صحيح. سؤال 31، تحجب الأخت لأب العاصبة مع الغير كل من يحجبهم العم الشقيق؟ صحيح، الورثة اللي كيحجبون العم الشقيق اللي هما العم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب راه نفسهم كتحجبون الأخت لأب إذا كانت عاصبة مع الغير. ونفس الشيء كينطبق السؤال 32، فاش كتكون عندنا الأخت الشقيقة العاصبة مع الغير كتحجب لنا كل ورثة اللي كيحجبهم ابن أخ لأب. بالنسبة للسؤال 33، للأم في مسألتي الغراوين واش ثلث الباقي؟ قال لك عندها ثلث الباقي وليس لها ثلث المال. صحيح، فالمسألة الأم في هذه المسألة ديال الغراوين فاش كيكون معها الزوج والأب كتاخذ غير ثلث الباقي. سؤال 34، لا يلحق حجب الإسقاط الأب والأم والزوج والزوجة وأبناء الصلب؟ صحيح، ستة الورثة ما كيلحقهمش الحجب الإسقاط، هما هادو اللي مذكورين هنا، إذا قاعدة صحيحة. سؤال 35 راه نفس 34، يلحق حجب الإسقاط كل ورثة إلا الأبوين الزوجين والابن والبنت؟ صحيح. سؤال 36، يحجب الأب والابن المنفرد والمتعدد من الإخوة؟ قال لك واش الأب والابن كيحجبون الإخوة لأم سواء كانوا متعددين أو منفردين؟ صحيح. سؤال 37 لا يحجب الأب والابن لا بالمنفرد ولا بالمتعدد من الإخوة؟ صحيح، المنفرد والمتعدد الإخوة لأم ما عندهمش علاقة بالحجب ديال الأب والابن، هما أصلا ما كيتحجبوش نهائيا، كنهضر على حجب حرمان هنا. سؤال 38، كل من أدلى للوارث بصلة حجبته تلك الصلة؟ صحيح. سؤال 39، كل من أدلى للهالك بوارث لا يرث بوجوده إلا الإخوة لأم؟ هذا الإخوة لأم استثناء. صحيح. سؤال 40 والأخير، متى اشترك الورثة في سهم بالفرض اقتسموه بالتساوي؟ هنا قال لك مثلا عندي بعض الورثة جا عندهم مثلا واحد السهم هو 4، واش غيقتسموه بالتساوي ولا لا؟ هنا خطأ، لأنه ممكن يكون عندنا في المثال بنت وابن جاهم السهم ديالهم مثلا 6، هنا ما غاديش يقتسموا بالتساوي لأنه كاين ذكر وأنثى، غنديروا لهم الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ما غاديش يقتسموا بالتساوي، كيقتسموا بالتساوي إلا في حالات، ولكن هنا في السؤال عطانا سؤال مفتوح، قال لك متى اشترك، يعني في أي حالة، إذا السؤال خطأ. هنا هذا هو التصحيح ديال الامتحان الأستاذ بالحركة. كنظن طولت عليكم الفيديو، تقريبا جميع القواعد صحاح هنا تقريبا ما عدا 3 ولا 4 القواعد، 1 2 3 4 تقريبا 4 القواعد هما اللي خطأ، و36 قاعدة صحيحة في هذا الامتحان. هذا كان الامتحان ديال الأستاذ كمال بالحركة. الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نحاول نصحح الامتحانات ديال باقي الأساتذة، ونتمنى نكون فدتكم باش تحاولوا تستعدوا للامتحان الاستدراكي اللي مبقاش ليه بزاف غالبا قبل العيد، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.